العافية. اليوم رح نبلش بالدرس الثاني من التربية الإسلامية، وهو حديث شريف بعنوان تشريع حكيم. معكم الأستاذ علي نيل. الحديث الدال عن تشريع حكيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من هو راوي الحديث؟ اسمه ونسبه. هو المغيرة بن شعبة الثقفي الصحابي رضي الله عنه. إسلامه أسلم عام الخندق في السنة 5 من الهجرة النبوية. صفاته: كان سديد الرأي شديد الحنكة من أذكياء العرب، حتى قيل له مغيرة الرأي. جهاده: شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وأصيبت عينه يوم معركة اليرموك. وفاته: توفي المغيرة رضي الله عنه في الكوفة سنة 50 من الهجرة. إذا بين لنا الحديث الشريف خصال محرمة وخصال مكروهة. فما هي الخصال المحرمة؟ الخصال المحرمة هي عقوق الأمهات منعا وهات ووأد البنات. طيب، نبلش أول شيء بعقوق الوالدين. ما هو عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين هو عصيان الوالدين وتسبب بأذيتهما بأي صورة كانت، ولو بالتأفف. يعني لازم ما نسيء لهم بأي شيء، نخلي مثلا حدا يحكي عليهم بالعاطل، ما نعمل تصرفات تخلي تسبب أذية للوالدين، ما نتأفف بوجههما إذا طلبوا منا شيء. تمام؟ طيب، ويشمل عقوق الوالدين أيضا الأم والأب معا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمهات في الحديث عن البر والعقوق. لماذا؟ لأن الأمهات محط طمع أبنائهن لرقتهن وحنانهن. ونعم، بر الأم مقدم على بر الأب، وجعل عقوق الأم أشد من عقوق الأب. نأتي إلى الخصلة المحرمة الثانية اللي هي حقوق الواجبات. تمام؟ أي أن تأخذ حقوقك كاملة ولا تؤدي واجباتك، حيث وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات بأن جعل المسلم يؤدي ما عليه من واجبات ثم يأخذ ما له من حقوق. يعني أنت كمسلم واجباتك أنك مثلا تحافظ على البلد، تحافظ مثلا على المرافق العامة. تمام؟ وأنت كحقوق لك تأخذ حقوقك كاملة، مثل حق التعليم، حق الطبابة، إلى آخره. طيب، ما هي الصفات التي حرمها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟ هي امتناع الإنسان عن أداء ما عليه من واجبات. مثال عن ذلك مثلا النفقة على الأسرة، مثلا هذا واجب عليك، إذا أنت امتنعت عنه معناتها تعد صفة قبيحة لديك وتخل بواجباتك. تمام؟ أو أن لا يكون لديك حق وتطلبه، كمان هي حرمها الإسلام. هلا نجي على الخصلة الأخيرة اللي هي وأد البنات. ماذا يعني وأد البنات؟ وأد البنات هو قتل البنات والتخلص منهن، وكان شائعا في الجاهلية عند بعض القبائل في العرب، خشية للعار أو خشية للفقر أو لاعتقادهم أن البنت لا تستطيع الدفاع عن نفسها. طيب، ماذا كان موقف الإسلام من وأد البنات؟ الإسلام مثل ما بنعرف قدس حق الحياة وجرم كل من يعتدي على هذا الحق، واعتبر أن وأد البنات هو من أشنع صور الاعتداء على حق الحياة. الآن نأتي إلى الخصال التي كرهها الله تعالى من العبد، وهي قيل وقال، كثرة السؤال، وإضاعة المال. إذا القيل والقال يعتبر أو يرى الإسلام أن إضاعة المسلم لوقته في الثرثرة لا فائدة منها، مكروهة، وقد يصل الأمر إلى تحريمها. مثال عن التحريم كالنميمة أو الغيبة أو نقل كلام غير متيقن من صحة نسبته لقائله. ولدينا الدليل النبوي الشريف الذي يحرم القيل والقال.
كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويشمل التحذير من نقل الكلام غير المتيقن ونشر الإشاعات الباطلة. نأتي إلى الخصلة الثانية وهي كثرة السؤال. ما المقصود بكثرة السؤال؟ هو الإكثار من طرح الأسئلة تكلفا بما لا يعود بفائدة أو نتيجة إلا ضياع الوقت وإحراج المسؤول الذي تسأله أنت الأسئلة. ولكن هناك بعض الحالات التي يكون السؤال فيه مطلوبا ومأمورا به. متى يكون ذلك؟ إذا كان بقصد التعلم، تمام، ولا يعذر بجهله أو سكوته إن أمكنه السؤال والتعلم، كمجال الطب، طلب المعرفة هو مطلوب به بل مأمور به. طيب، وهناك أمور تدخل في كثرة السؤال المذمومة، مثل اختراع مسائل فقهية عويصة مفترضة لا توجد في الواقع، أو تدخل في شؤون الآخرين، الاستفسار عن أمورهم الخاصة إلى آخره. نأتي إلى آخر خصلة التي هي إضاعة المال. ما هي إضاعة المال؟ هي صرفه فيما لا ينفع في أمور الدين أو الدنيا، ويكون نتائج مترتبة على هذا العمل بأن يصبح الفرد عالة على غيره، ويتحول المال من وسيلة لعمارة المجتمع إلى مادة للترف والبذخ واللهو، بينما يكون هناك أشخاص بحاجة هذا المال. ولذلك وصف الله تعالى عباد الرحمن فيما يتعلق بالإنفاق، حيث قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. ويسمى إنفاق المال في المحرمات إضاعة للمال. محرمات مثل القمار أو الربا إلى آخره، ومحرم قطعا سواء كان هذا قليلا أم كثيرا.